مرة أخرى يتحول شارع مكة المكرمة بمقدشو إلى ساحة حرب. فندق ناس هابلوت هو مسرح العملية. سيارة ملغمة استهدفت المدخل الرئيسي، أعقبها اقتحام لمقاتلين من حركة الشباب المجاهدين. استمرت المواجهات بين المهاجمين وحرس الفندق والقوات الحكومية عدة ساعات لتسفر عن خسائر فادحة في الأنفس والممتلكات. عشرات القتلى والجرحى نقلوا إلى المستشفيات. حركة الشباب المجاهدين تبنت الهجوم وقالت إنها استهدفت ما سمته وكرا للمرتزقة والعملاء وهددت بالمزيد. يأتي الهجوم بعد أقل من شهر على استهداف فندق أمباسادور الذي قتل فيه نائبان من البرلمان الصومالي وعشرات المدنيين. ويرى مراقبون أن الحكومة الصومالية أخفقت في حملاتها الأمنية. هناك فشل أمني ذريع، فكل الحملات الأمنية الموعودة لم تأتي بشيء، وثبت أنها للاستهلاك الإعلامي فقط. والسبب الرئيسي هو الانشغال المفرط على السياسة وتقاسم السلطة من أجل تحقيق مكاسب سياسية في الفترة الانتخابية المقبلة. وتنذر هذه الحادثة ومثيلاتها بتصعيد خطير في هجمات حركة الشباب، مستغلة انشغال الجميع بالاستحقاقات السياسية للانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في أغسطس آب المقبل. مع دخول العشر الأواخر من رمضان تزداد المخاوف وتتضاعف المسؤوليات على الأجهزة الأمنية الصومالية التي تواجه تحديات تبدو أكبر من طاقتها. جامع نور، الجزيرة، مقدشو.